يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوا الفيديو. فيديو جديد هندردش مع بعض فيما يدور على الساحة الرياضية من اخبار واحداث. معانا النهاردة الفيديو حافل بالاخبار وبالاحداث لانه الاحداث متسارعة في الوقت الحالي. هنتكلم مع بعض في ايه؟ هتكلم معاكم في الزمالك يلجأ الى الفيفا، واعلامي اماراتي الاتحاد المصري يشوه سمعة الكرة المصرية. خسائر السوبر بدون الزمالك تتخطى ال 25 مليون، وسقطت أهلي بمسح كلام محمد فضل أو فيديوهات محمد فضل. وسالم الشمسي: وافقنا على المشاركة في السوبر من أجل الإمارات فقط. ونادي أبو صرم يحذر من دخول أعلام الزمالك. زي ما قلت لكم الفيديو حافل بالاخبار والاحداث. عايزك بس تعمل لايك، تعمل شير، تعمل سبسكرايب، تفعل زر الجرس. وبالمناسبة يعني في حاجة برضو كنت عايز ابدأ بيها الفيديو. الناس اللي بتقول لك اللايك والشير وانت من بتوع اللايك، انا من بتوع اللايك والشير. وكل حد، مش انا بس، كل حد تصدقه، كل حد بيتكلم بالحق، كل حد بيتكلم بلسانك، اعمل له لايك واعمل له شير واعمل له سبسكرايب وتابعه، بدل ما تتابع اللي بيمسحوا الفيديوهات، بيمسحوا فيديوهات الناس اللي بتقول الحق على قنواتهم اللي هم اصلا متعاقدين معاهم. بيمسحوا فيديوهات اللي هم اصلا متعاقدين معاهم، بدل ما تتفرج على تدليس شوبير ولا مدحت شلبي ولا ابراهيم فايق ولا سيف زاهر ولا كلهم، الاعلام كله بدون استثناء، يعني كله بدون استثناء. فانت اعمل لايك واعمل شير. انت الاعلام البديل، انت الاعلام البديل، انت صوت الحق اللي ما بيتقالش في برامجهم، واما بيتقال في برامجهم وفي قنواتهم بيتمسح. الفيديوهات دي بقى ما بتتمسحش، فاعمل لها لايك واعمل لها شير وخلي الناس كلها تتفرج عليها، بدل ما يروحوا يتفرجوا على مدحت شلبي او يروحوا يتفرجوا على شوبير. خليك انت البديل، خليك انت الاعلام البديل. هبدأ معاكم بالزمالك يلجأ الى الفيفا. يمكن نادي الزمالك اعلن اللجوء الى الفيفا. يمكن كان طلع سليمان وهدان امبارح ونفى الكلام ده مع مهيب عبد الهادي، وقال لك الزمالك مش هيعمل حاجه تضر مصر، واللجوء للفيفا ممكن يضر الكره المصريه، فاحنا مش هنعمل اي حاجه تضر مصر ولا تضر الكره المصريه. عشان يطلع مرتضى منصور النهارده ببيان على الصفحه الرسميه للنادي وعلى صفحته الشخصيه على الفيسبوك، ويقول انه كلامه يعبر عن نفسه ولا يعبر عن مجلس الإدارة، وإنه الزمالك سيلجأ إلى الفيفا حتى لو تمنها حبسي وعزلي. أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. أتمنى أتمنى أتمنى. وناس كتير زعلت مني وقالت لي أنت بتشق الصف أما اتكلمت على إنه هو مش هيلجأ للفيفا، وقلت نفس كلام سليمان وهدان، وقالوا لي لا أو ما يصحش وامسح الفيديو. دخلت مسحت الفيديو من على الفيس. بس انا بقول لك، انا عن تجربة قبل كده في خط احمر كده محدش بيعديه. اتمنى انه كلام مرتضى منصور يبقى مظبوط، واتمنى ان هو يلجأ للفيفا حتى لو تمن اللجوء للفيفا عزله وحبسه. اتمنى مرة في العمر، مرة في الحياة ناخد حقنا، لان انت بالمناسبة مش هتاخد حقك. واتحاد العار لو انت سكت المرة دي مش هيلعبك السوبر لا اللي جاي ولا اللي بعده، وهيفرض عليك عقوبات وهيغلظ عليك العقوبات لو حس بالامان وحس ان انت مش هتشتكيه. واللي خايف على سمعة مصر يحاسب اللي بيشوهوا سمعة مصر. اللي خايف على سمعة مصر يحاسب اللي بيشوهوا سمعة مصر. تعال بقى وانا هسمعك مين اللي بيشوه سمعة مصر. عمر اللجوء للفيفا ما كان تشويه لسمعة مصر. تعال اسمع بقى. ابو ظبي الرياضي مشكورا يعلن عن رد قيمه تذاكر الجماهير التي حجزت للمباراه. طبعا جماهير فريق الزمالك ترد لهم تذكره. والله يا اخي هذا اساءه طبعا لسمعه الكره المصريه وتخبطات الكره المصريه واتحاد الكره المصري ولجنه الانضباط والايقافات، وجا الايقاف من 4 شهور ولم يصدر. ده راجل لا يعرفني لا من ديني ولا من دينك على رأي المثل. ده راجل اماراتي، ده المحترم المذيع المحترم عبد الله الكعبي. هم دول اللي بيشوهوا سمعة مصر، مش لجوء الزمالك للفيفا. الخدامين الفسدة
المتواطئين هم دول اللي بيشوهوا سمعة مصر. القرار، اي تخبطات تعاني فيها الكره المصريه، اي بلاوي زرقاء تعاني فيها الكره المصريه، بالله عليكم هذا اللي يحصل شيء طبيعي بالنسبه للكره المصريه بين الاهلي والزمالك. انا ما اتكلم عن فريق الاهلي ولا الزمالك، اللي حاصل بالايقاف، وين اصدار العقوبات؟ وين القوانين؟ وين اللوائح؟ هذا كله يشوه سمعه الكره المصريه. انتم فارقين، انتم راجعين عن الاتحادات الثانيه، ناس متقدمه وانتم راجعين للخلف للاسف الشديد يعني. الله يفضحكم، الله يفضحكم زي ما فضحتونا، الله يفضحكم زي ما شوهتوا سمعة مصر. انتوا اللي شوهتوا سمعة مصر، مش اللي جول الفيفا. اللي جول الفيفا هيعدل سمعة مصر، اللي جول الفيفا هيشيل الاشكال اللي بتشوه سمعة مصر. مصر والكرة المصرية تستحق احسن منكم يا خدامين. الكرة المصرية تستحق احسن منكم يا خدامين، يا مدلسين، يا فسدة. خسائر السوبر بدون الزمالك تتخطى ال 25 مليون. وده الفيديو التاني اللي هعرضه مع حضراتكم. يمكن طلعوا قالوا انه البطل حال مشاركة الزمالك هيحصل على $1 مليون، والوصيف هيحصل على $500,000. ولكن طلع محمد ابو الوفا عضو اتحاد العار، تعالوا نسمعه ونشوف هو بيقول ايه. ما كانش لسه بعت. طيب المكافآت بتاعت البطوله ايه؟ لان في لغط في القصه دي شويه، الناس تتكلم ان المكافاه بتاعت السنه اللي فاتت مثلا كانت $1 مليون للي فاز ونص $1 مليون مصري للمهزوم، والسنه دي بيتقال ان هي $1 مليون ونصف $1 مليون. المكافآت ايه حقيقتها؟ لا، هي المكافآت المركز الاول نص $1 مليون درهم اماراتي، تمام، والمركز الثاني 250,000 درهم اماراتي. تمام، ده توضيح برضو مهم جدا. استاذ محمد بشكرك. ده محمد ابو الوفا عضو اتحاد العار اللي طلع قال لك انه المكافآت بعد مشاركة بيراميدز اصبحت نص $1 مليون درهم تقريبا ب 8 جنيه، هو زي الريال تقريبا السعودي. فنص $1 مليون يعني 4 مليون جنيه، والتاني 2 مليون جنيه. الزمالك اما كان هيشارك كانت الجايزة $1 مليون، يعني حوالي تقريبا 31 مليون جنيه. 31 مليون جنيه من 4 مليون، يعني الخسائر تتعدى 27 مليون. انا ما حسبتلكش لسه التذاكر اللي هترجع، ما حسبتلكش الرعاة سواء للمباراة نفسها اللي طلبوا تقليل المقابل تقريبا من 18 مليون ل 4 مليون، يعني داخلين في كمان 14 مليون. ما حسبتلكش الرعاة على القنوات اللي هتذيع المباراة، كان اون اهلي او قناة ابو ظبي الرياضية. فكل دي خسائر لعدم مشاركة نادي الزمالك. سقطة اون اهلي، وانا مش عارف يعني راحوا مسحوا تصريحات محمد فضل لما انا عملت الفيديو امبارح، وبس انا التصريحات عندي، يعني اخر فيديو اللي هيدخل هيلاقي تصريحات فضل كاملة الحمد لله. لقطناها كده وجبناها قبل ما تتمسح وعلقنا عليها كمان، وقارنا ما بينها وما بين تصريحات الاخ حزوقة بتاعنا اللي لسه ما قدمش استقالته، اللي لسه بجح، لسه وشه ناشف على رأي اللي بيقول. فراحوا طبعا مسحوا كلمة الحق اللي بتتقال. عشان كده بقول لك اعمل لايك واعمل سبسكرايب واعمل شير وساعد، مش انا بس، ساعد اي حد تاني بتشوف ان هو بيتكلم في الحق، بتشوف ان هو صوتك، بدل ما تسيب الساحة للاشكال اللي بتمسح كلمة الحق. الناس اللي بيمسحوا كلام الناس اللي بيمسحوا فيديوهات الناس اللي متعاقدين معاهم، فما بالك هيعملوا فينا احنا ايه يعني الريبورتات وحروب الريبورتات يعني ده شويه اللي بيحصل معانا ده شويه يعني الحقيقه. سالم الشمسي وافقنا على المشاركه في السوبر من اجل الامارات فقط. سالم الشمسي طلع بتصريحات في منتهى الخطوره مع عبد الله الكعبي الاعلامي الاماراتي. قال لك كنا قد اعلنا عدم المشاركه في مباراه السوبر، وان موقفنا كان واضحا بالرفض، لكن تلقيت اتصالات عديده من بعض المسؤولين من مجلس ابو ظبي وطالبوني بانقاذ الموقف والموافقه على المشاركه بدلا من نادي الزمالك، ولكن قلت لهم باننا لسنا طرف ولا نسمح بان نكون بديلا، واوضحت لهم بانني سانهي استثمار الرياضي في مصر لعده اسباب كنا قد اعلنا عنها من قبل في خطابات رسميه. وتفاجأت بأن السيد المحترم رئيس مجلس أبو ظبي وأيضا أحد المسؤولين عن الرياضة في الدولة يطالبونني بالموافقة على المشاركة لإنقاذ الموقف
من أجل هيبة دولة الإمارات أمام الجميع، وأيضا لعدم التسبب في أي أزمات مع الرعاة. وصرحنا بعد عدة محاولات وصراحة بعد عدة محاولات وافقت من أجل السادة المحترمين بمجلس أبو ظبي وهيبة دولتنا الإمارات أمام الجميع في النطاق العربي. طبعا فضيحة بجلاجل، ويبقى قابلني لو الإمارات وافقت إنها تستضيفك تاني، عشان أنت قليل أدب، عشان أنت خدام، عشان أنت فاسد. عمرها ما هتستضيفك تاني. دي الفضيحة بقى اللي بيسموها الفضيحة أم جلاجل. آخر حاجة معاه في الفيديو ندى أبو صرم قال لك دي قائمة قدامك، قائمة المواد الممنوعة أو قائمة الممنوعات من دخول السوبر. أنا مشاور لك بالسهم أهو. قال لك من الممنوعات ارتداء أو إحضار مواد ترويجية أو إعلانية لفرق غير مشاركة. طبعا البند ده حرام الساعات اللي حاطه، أنا عارف، أنا البنود بتاعته دي أنا عارفها. قال لك اوعى تدخل بفانيلة الزمالك ولا بعلم الزمالك ولا يا ابو صر ولا يا ام صر مش رابي بيبس، مش هي كانت بتقول كده؟ والله يا نادي، اول مره الواحد يشوف نادي بصر، ولكن هو ده وضعنا وهو ده حالنا. سعيد ان انا كنت موجود معاكم. السلام عليكم.